انت منفوخ ليه وعلى ايه؟ لا دي مش عجرفة، المعنى ده ممكن يكون حرفي. عشان تعرف عندك احتباس سوائل ولا لا لازم تسأل نفسك التسع اسئلة دول. فكرة الانتفاخ دي بتحصل لما الجسم يبقى مش قادر ينظم مستوى السوائل فيه، فبيخزن مية ويحصل التورم في اجزاء من الجسم، وده عموما لاسباب كتير جدا. عشان كده اسأل نفسك التسع اسئلة دول. 1. بتاكل سكريات ونشويات قد ايه في اليوم؟ 2. بتاخد فيتامين بي 1 ولا لا؟ 3. ايه اخبار الخضار والفاكهه واللحوم؟ بتاكل كويس وكل قد ايه؟ 4. بتحب الملح وما بتعرفش تاكل من غير طبق المخلل اللي يكون جنب الاكل ولا لا؟ 5. بتشرب ميه ولا دايما نسيح؟ 6. وده اكتر سؤال للسيدات، هل انت في اي فتره فيها تغيرات هرمونيه قبل البيريود مثلا او في حمل؟ 7. ايه الادويه اللي بناخدها؟ هل بناخد ادويه منع حمل او ادويه ضغط؟ 8. ايه اخبار الرياضه والمشي؟ في اي حركه ولا اغلب اليوم قاعدين؟ واخر سؤال، عندنا اي امراض في الكلى او القلب لا قدر الله؟ الخلاصه لازم نعرف الاحتباس ده سببه طبيعي ولا مرضي، ولا في عادات احنا بنعملها في اليوم هي السبب في ده، عشان نقدر نحدد ايه المشكله. فاعملوا سيف بقى للفيديو ده عشان تعرفوا الحل الفيديوهات اللي جايه، ولو عندكم اي اسئله بخصوص الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس تحت.